بقى لو عندك كده شويه رز ابيض وصدر فرخه تعملي بيهم الطبق الفته التحفه ده. حاجه كده بسم الله ما شاء الله تحفه. يلا بينا نشوف عملنا طبق الفته الحلو ده ازاي. ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وتعالوا طبعا شوفوا العلبة اللي محطوطة قدامكم دي، اكيد في كل بيت اكيد بيحصل اللي بيحصل عندي ده بيحصل عنده، ان يفضل شوية رز صدر فرخة حتة من الورك محدش جاله نفسي ياكلها خلاص باتت في التلاجة. تعالى اقول لك بقى هنعيد تدويرها ازاي وهنعمل منها احلى طبق فتة تقدري حتى تقدميه كده على السفرة. حتى اولادك مش هيصدقوا ان ده كان الرز البايت والفرخة البايتة. اول حاجة معايا صدر فرخه كده واكلين منه بصراحه اهو، بيتاكل منه كمان اهو، ومحدش بصراحه ليه نفسي ياكله. شويه رز ابيض هنركن دول على جنب. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل زي ما قلت لكم طبق فته كده حلوه قوي. اول حاجه معايا دلوقتي كوبايتين زبادي، هعمل سلطه طحينه بالزبادي. نحط علبتين زبادي كده، جهز يعني الاول الحاجات اللي هنحطها على طبق الفته. ادي كوبايتين من الزبادي، انزل كده على الزبادي بتاعتي بشويه من الطحينه، يعني ايه من 3 4 معالق كده خلاص. وهننزل عليهم تقريبا ب3 4 فصوص من الثوم بالشكل ده كده. وهنزل عليهم بعصره ليمونه، يعني ليمونه كامله متوسطه كده. وهننزل بقى بشويه كمون ورشه فلفل اسود وشويه من الملح ونقطه خل. هنخلط بقى الزبادي مع الثوم والطحينه والبهارات بتاعتنا كويس قوي. هنركن بقى الزبادي دي كده على جنب وتعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. عندي بقى ايه هنا كيس عيش فيه 3 رغيف، هاخد يعني رغيفين كده. عايزه اقطع العيش بتاعي كده ايه مكعبات صغيره كده، هوريكم دلوقتي اهو بالشكل ده كده. وهروح بعد ما اقطعه كده هروح احمصه بقى العيش بالشكل ده، وهحاول افك العيش من بعضه كده. هروح اقليه في الزيت بقى العيش بالشكل ده كده، اللون ما يبقاش اغمق من كده عشان ما يبقاش طعمه مش حلو معاه. هنزل بقى في الطبق اللي هجهز فيه الفته بتاعتنا. طبعا واحنا بنحمص العيش كنا بقى ايه قطعنا الفراخ. حطينا بقى الرز سخن قوي في الميكرويف، وهننزل بيه على العيش اللي حمصناه وهو سخن قوي، علشان طبعا احنا لا بنحط شوربه ولا هنحط اي حاجه على العيش بتاعنا، يعني العيش احنا عايزينه مقرمش كده. وطبعا الفراخ قطعناها برده مكعبات. اوريكم دلوقتي كده من احلى الاطباق، يعني هتحسي انك يا ريتنا كل مره نسيب شويه رز وصدر فرخه عشان تعملي طبق الفته التحفه ده. عايزه ابهر بس كده ايه الرز كده شويه، وكان طبعا عليه ملح واحنا بنسويه، بس برضو يعني نزوده ايه رشه ملح ورشه فلفل بسيطه قوي كده بالشكل ده. وطبعا الفراخ ممكن تشوحيها في حته زبده لو مش عايزاها ايه بالمنظر، بس احنا لسه هننزل بالزبده فعشان ما يبقاش الفته بتاعتنا تقيله قوي. خلاص كده يعني لسه هنعمل له طشه حلوه قوي، فمش ما حبيتش الصراحه ان انا اشوح. هرص بقى الفراخ بتاعتي بالشكل ده على الرز. ودي الطحينه بالزبادي بقى اللي عملناها مع بعض، اديها تقليبه كده وبنزل على الفته بتاعتي بالشكل ده كده. شبعوها بقى كده زبادي بالطحينه، طبعا الزبادي اكتر فمش هتبقى طعمها ايه، تحسي بطعم الطحينه اكتر. طبعا في المرحله دي بتحطي معلقه سمنه بلدي على اللهم صل على النبي على النار، بتحطي فيها بقى نوع من المكسرات اللي يعجبك. انا الحقيقه عندي سوداني فهعمل بالسوداني، وروح نازلين بالطشه بالمنظر ده كده. ممكن اي نوع مكسرات، سنيبر بقى، فستق، بندق، لوز، اللي يعجبك. وكلي بقى احلى طبق فته كده، تحسي انك ايه بسم الله ما شاء الله عاملاه مخصوص، يعني حاجه تحفه. وطبعا لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك. شكرا ليكم، سلام عليكم.